صدق رددي الله أكبر يا موطني. سعادة فؤاد حسن الخطيب سفير المملكة العربية السعودية في أفغانستان وصاحب هذه الأبيات الشعرية: لبيك يا أرض الجزيرة واسمعي ما شئت من شدوي ومن إنشادي، لك في دمي حق الوفاء وإنه باق على الحدثان والآباد. أنا لا أفرق بين أهلك، إنهم أهلي وأنت بلادهم وبلادي. شهادة من الأديب والشاعر والصحفي السعودي معالي الشيخ عبد العزيز الرفاعي، أحد أعلام الحركة الثقافية السعودية، يشيد بالشاعر فؤاد باشا الخطيب، فمن هو الشيخ عبد العزيز الرفاعي. عبد العزيز الرفاعي 1924 1993، أديب وشاعر سعودي، يعد من أبرز أعلام الأدب السعودي وأحد صناع النهضة الثقافية في المملكة العربية السعودية خلال القرن العشرين. عين مستشاراً للديوان الملكي بالمرتبة الممتازة عام 1975 لمدة 6 سنوات، واختير عضواً في مجلس الشورى أثناء عهد جلالة الملك فهد بن عبد العزيز، والذي وصفه معالي الدكتور محمد عبده يماني وزير الثقافة والإعلام السعودي السابق بقوله: عبد العزيز الرفاعي أقرب ما يمكن أن يوصف به أنه أديب، وكل ما فيه أديب: أديب إذا تحدث، أديب إذا كتب، أديب إذا ناقش، وأديب حتى إذا سكت. يقول الشيخ عبد العزيز الرفاعي: فحينما يذكر شوقي في مصر لا ينبغي أن نغفل ذكر فؤاد الخطيب في الشام. وأنا أقول الشام وأعني ما أقول، فإنني وإن أعلم أنه من شحيم في لبنان، إلا أنه نبغ قبل أن تتفتت الشام إلى دول 4 هي سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. بل لقد أصبح الخطيب شخصية عربية عامة، فقد جاء مكة معاضداً للشريف الحسين فيما سمى بالنهضة أو الثورة الكبرى، ثم انتقل إلى الأردن مع الشريف عبد الله بن الحسين حين تأسيس حكمه بها، ثم التجأ إلى الملك عبد العزيز رحمه الله الذي أحسن استقباله وأكرمه، بالرغم من أن فؤاد الخطيب كان أحد مناوئيه. وقد انبهر الخطيب من لقاء الملك العظيم له وإكرامه، بل لقد عينه سفيراً له في كابل، حيث ظل في منصبه ذاك إلى أن توفي. ولقد أتيح لي أن أقابله شخصياً بعد عودته من الرياض في ذلك اللقاء التاريخي مع الملك عبد العزيز. وقد تحدثت من قبل عن لقائي بالشاعر في مكة المكرمة حينما قدم إليها معتمراً بعد قفوله من الرياض. سردت ذلك فيما كتبت من كتاباتي المبثوثة في الصحف والمجلات، ولعل ذلك كان في عام 60 أو ما تلاه بقليل من أوائل الستينيات الهجرية. وكان اللقاء في صحبة أستاذنا الكبير عبد الله عبد الجبار، الذي أراد لنا نحن بعض طلبته في المعهد أن نقابل عظماء الرجال لنفيد من علمهم وأدبهم، ولنقف على جوانب من أفكارهم وذكرياتهم. كان نازلاً في لوكندة مصر بأجياد، وكان هذا الفندق فخر فنادق مكة المكرمة، وما يزال قائماً إلى اليوم، وأحسبه يحمل اسم فندق الكعكي. وقد شهدت صالاته بعض حفلات الحجيج التي دوت فيها أصوات كبار العلماء والأدباء والمفكرين، وفيها شهدت وسمعت حسن البنا والبشير الإبراهيمي وأحمد زكي رحمهم الله، بل سمعت وشهدت الكثيرين الذين تفلتت أسماؤهم من ذاكرتي. واستقبلنا الرجل في غرفته، بل في شرفتها، وكنا 3 أو 4، وكان يرتدي جلباباً أبيض حاسر الرأس ربعة القامة، ربما إلى القصر أقرب، وكان أشيب الشعر أبيض اللون مشرباً بحمرة. واحتفى الشاعر بنا وفتح صدره لنا، وتحدث عن ذلك اللقاء الرائع الذي وجده لدى الملك العظيم، وكيف هب له، وهذا التعبير منه،
بأن أعطاه 1000 ليرة ذهبية يقصد 1000 جنيه ذهبا، وكان هذا المبلغ أيامها أسطورة. وكيف أمر بتعيينه سفيرا في كابل، وكيف امتدحه. ثم تحدث إلينا بطرف من حياته حينما درس في كلية غوردون في السودان، وتفسيره لبعض أبيات امرؤ القيس تفسيرا لم يهتدي إليه شراح شعره، ودراساته والرواية الشعرية التي كتبها إلى آخره. وفؤاد باشا الخطيب حينما عاد إلى مكة المكرمة معتمرا إنما استعاد أيامه بها، حيث عاش فيها ردحا من الزمن متنقلا بين مكة المكرمة وجدة والطائف، وقد اشتهرت قصيدته في لية ورمانها.